هل وجد النادي الأهلي ضالته في وسام أبو علي اللاعب الفلسطيني؟ خارج على السيطرة عدادي قفلته والدنيا مشبرة، بصوب واصيب صح والدنيا مكبرة، بصدق احساسي وبدلك. السلام عليكم أصدقائي وصديقاتي، معكم محمود الجندي وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم في التسعين. النهاردة هنتكلم عن وسام أبو علي. هل وجد النادي الأهلي ضالته في وسام أبو علي؟ ده اللي احنا هنتكلم فيه، وهقول لك إحصائياته وفنياته وكل حاجة. خليك معايا، بس أهم حاجة تشترك في القناة على اليوتيوب وتعمل لايك للفيديو، ولو أنت على الفيسبوك تعمل مشاركة للفيديو، ولو أنت على التيك توك ما تنساش تعمل فولو لقناتي على التيك توك. في البداية هتكلم الأول عن من هو وسام أبو علي. هو لاعب يبلغ من العمر 25 سنة، طوله 187 سنتي، وده طول كويس، مش وحش، مناسب كمهاجم صريح. وهقول لك برضو ان وسام ابو علي اصله فلسطيني، بس هو طبعا واخد الجنسية الدنماركية وبيلعب في سيرس السويدي. هتكلم برضو عن فكرة ان هل هو هيفيد النادي الاهلي. كل اللي انا اقدر اقوله لك ان هو رجله في الملعب في الموسم ده، وكان كويس جدا لدرجة ان هو لعب 16 مباراة وساهم في 11 هدف، احرز 10 وقدر ان هو يصنع هدف واحد. طبعا هو لاعب دولي لانه لعب مع منتخبات الدنمارك من مرحلة الناشئين لحد مرحلة 20 سنة. حاجة تانية هقول لك ان وسام ابو علي لعب في تاريخه 167 مباراة، احرز 73 هدف وصنع 14 هدف، يعني ساهم في 87 هدف، وده رقم الى حد ما، يعني هنقول 50-50، يعني كويس مش وحش، وممكن هو يتطور بسنه وعمره الصغير. بس الارقام دي بتقول ان لاعب هو موجود في الملعب ورجله في الملعب، غير طبعا موديست اللي احنا جبناه من بروسيا، وهو كان قاعد اصلا، كان بلا نادي، فطبعا الراجل ده رجله في الملعب وبيلعب على طول وباستمرار. معنى كده ان هو هيكون باذن الله صفقة كويسة. طيب هنتكلم تكتيكيا وفنيا بقى، هنيجي نتكلم عن المرحله التكتيكيه والفنيه لوسام ابو علي. وسام ابو علي بيلعب في 3 مراكز اللي قدام، وهقول لك هو بيجيد في 2 بس هقول لك ان هو بيلعب جناح ايمن، وبيلعب راس حربه صريح، وبيلعب جناح ايسر، بس هو بيجيد في راس الحربه الصريح وبيجيد في الجناح الايسر. يعني بمعنى اصح هو اوقات بيلعب مكان حسين الشحات، وده طبعا كولر جابه عشان كده، لان هو كولر بيعتمد دايما ان راس الحربه بينزل لتحت وبيلعب بين الخطوط وبيتحرك كتير، وحسين الشحات او تاوي يخترق من المنطقه دي، فممكن ان هو يلعب جناح، وممكن تاوي يروح مكانه، وممكن حسين الشحات برضو نفس الوضع. فبمعنى اصح هو حلو جدا بالنسبه لكولر، او مميز جدا لكولر في التحركات بتاعته، لان هو دايما بيتحرك كتير. طيب لو جينا نتكلم ان هو يلعب فين وافضل مركز دي، هقول لك افضل مركز دي اللي هو راس حربه، وانا جايب لك ارقامه دلوقتي برضو، سواء كوينج او جناح ايسر وراس حربه، لان هو في ارقامه هو حتى في الوينج كويس الى حد ما، بس في راس الحربه مميز جدا. هتكلم على ارقامه كوينج، هقول لك ان هو شارك كجناح ايسر مكان حسين الشحات في 40 مباراه، سجل 22 هدف وصنع هدفين، ده برضو رقم مش وحش، يعني هو رقم كويس. طيب لو جينا نتكلم ارقامه كراس حربه صريح ورقم 9، هنلاقي ان وسام ابو علي لعب 77 مباراه، سجل 43 هدف وصنع 9 اهداف، رقم برضه مميز الى حد ما وكويس جدا في ارقامه. انا عايز اقول لك ان وسام ابو علي تحركاته مميزه جدا، بيسرق دايما المدافعين في التحرك بتاعه، تحركه ذكي جدا، بيقدر ان هو يخترق او يهاجم المساحه الفاضيه دايما، وبيخلق لنفسه مساحه كويسه. غير كده ان هو دايما بيجري دايما في المنطقه العاميه للمدافع، ودي حاجه مميزه جدا. المنطقه العاميه يعني بمعنى صح ان المدافع بيكون قدام وهو بيسرق المساحه اللي ورا، حاجه مميزه في التحركات بتاعته. هل هو ينجح ام لا؟ ده السؤال اللي احنا بنطرحه دلوقتي، هل هو ينجح ولا لا؟ ده حاجه طبعا بتاعت ربنا الاول. غير كده انا بتمنى من جمهور الاهلي وكل طبعا النقاد والسوشيال ميديا وكل الناس اللي بتنتقد اي مهاجم او اي لاعب بيجي النادي الاهلي، انا معاك ان انت تنتقده، بس في وقت اقف معاه ودعمه لحد وقت معين، وبعد كده انتقده. هقول لك حاجه تانية برضو، الجهاز الفني ايه دوره؟ دور كولر مع وسام ابو علي في المرحله الجايه او في الفتره الجايه، اول ما يدخل الفرقه لازم بمعنى اصح يتاقلم وياخد على الاجواء، لان هو جاي من اوروبا، هو مش جاي من افريقيا، عارف افريقيا وهيروح ويخبط وكده يعني، لا، هو لازم يتاقلم مع اللعيبه والاجواء الافريقيه والدوري المصري، ولسه لازم ياخد الوقت بتاعه قبل ما يلعب. وانت تنزله واحده واحده بالتدرج، يعني انت مثلا مباراه فايز فيها تقدر تنزله يلعب، لو انت فايز 3 او 4 تقدر تنزله ربع ساعه او تلت ساعه، مش لازم من اول ما يجي تحطه في مباراه مهمه او تحطه في الدوري على طول وتلعبه اساسي.
تحرقه زي ما انت قبل كده. كان بواليا نفس الوضع، وكان مودست في الفتره الاخيره، وقبل كده وقبل كده. دي كانت حلقتنا بالنسبه لوسام ابو علي. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ما تنساش اللايك والفولو. بشكركم والقاكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم في ال90.